ما لا تعرفه عن الفنان الشامي وتعرف على بدايته الفنية ولن تتوقع عمره الحقيقي. من شوارع دمشق إلى قلوب الملايين في الوطن العربي، استطاع النجم السوري الشامي أن يرسم لنفسه ملامح خاصة على الشاشة، تحمل بصمته أينما حل. فنان شامخ كجبل قاسيون، صادق في أدائه، متوازن في حضوره، متواضع رغم كل النجاحات التي حصدها سريعا. ولد الفنان السوري عبد الرحمن فواز المعروف باسمه الفني الشامي في 2 من يونيو حزيران عام 2002 في العاصمة السورية دمشق. اضطر إلى مغادرة بلده سوريا على خلفية الأحداث السياسية عام 2011، وعاش في تركيا حيث بدأ مسيرته الفنية هناك. وبدأ الشامي مسيرته الفنية عام 2021 بإطلاق تراك لسه، وقدم نفسه في البداية كرابر. لاحقا اتجه إلى تقديم أغاني تنتمي إلى الموجة الجديدة من البوب الشامي، وسرعان ما أصبح من أبرز الأسماء فيها، خاصة بعد النجاح الواسع الذي حققته أغنيته يا ليل يا العين في صيف عام 2023. وفي عام 2024 تصدر الشامي قائمة بيلبورد هوت 100 لأول مرة بأغنيته وين، وأصبح أصغر فنان يتصدر قائمة بيلبورد 100 فنان. من الراب بدأ الشامي قبل أن يصبح نجم الموجة الجديدة في البوب ليفانتين. تتميز أغاني الشامي بمزجها لتأثيرات الموسيقى الشعبية بموسيقى البوب. والفنان الشامي يلحن أغانيه ويكتب كلماتها بنفسه، ومعظمها جاءت بلهجة شامية مع استثناءات قليلة باللهجة المصرية. ويحرص الفنان الشامي على مشاركة تفاصيل من حياته اليومية عبر مواقع السوشيال ميديا من خلال فيديوهات اللايف التي يتفاعل فيها مع الجمهور وتقربه منهم. وقد شهد رمضان عام 2025 أول مشاركة للشامي في الدراما بتقديمه أغنية تتر مسلسل تحت سابع أرض. وأحد أسباب نجاح الشامي هو قدرته على استقطاب الجيل الصغير، وذلك بفضل استخدامه لمنصات التواصل الاجتماعي واستهدافه لفئة الشباب. أغانيه التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الحديثة لاقت رواجا كبيرا بين الشباب الذين يرون فيه نموذجا للنجاح السريع والمثابرة. إضافة إلى ذلك استطاع الشامي أن يقدم محتوى فنيا يعبر عن هموم هذا الجيل مما جعله قريبا منهم. والفنان الشامي لم يكن فنانا نابعا من بيئة فنية، بل جاء من واقع مليء بالتحديات والصعوبات. ولد في أسرة عاشت تجربة اللجوء، مما جعله يشعر بالغربة والضياع في سن مبكرة. هذه المشاعر تجلت بوضوح في أغانيه، حيث يتناول في كثير منها أزمات الهوية والانتماء. وعن سؤاله هل تعرضت لصعوبات في مشوارك الفني وكيف تتعامل معها، قال الشامي بكل تأكيد مررت بالكثير من الصعوبات، والصعوبات ليست فقط ذكريات من الماضي، بل هي جزء من رحلتي اليومية. النجاح لا يأتي بدون تحديات، وهذه التحديات هي التي تصقل الإنسان وتمنحه المناعة. أتعلم كل يوم كيف أواجهها وأتخطاها، لأن الصعوبات تبقى معنا طالما نواصل المشوار. وعن سؤاله هل تفكر في دخول مجال السينما أو مجالات فنية أخرى في المستقبل، قال الفنان الشامي حاليا تركيزي الكامل على مسيرتي الموسيقية، وأسعى لتطوير مشروعي ليصل إلى مستوى أعلى، لكني أحب كل أشكال الفن.
كما وأضاف: وربما في المستقبل أفكر في دخول مجالات أخرى كالفن السينمائي، فمن يدري ماذا يخبئ المستقبل. وعما إذا كان يتوقع ما وصل إليه اليوم يقول: الشغف والطموح لا يكفيان الإنسان لتحقيق أمنياته، فالأحلام جميلة وتزود صاحبها بمتعة لا مثيل لها، لكنها من دون بذل جهد وتعب تبقى مجرد أحلام تراود الفكر. نعم، كنت متأكدا من نجاحي هذا، حتى إنني توقعت أن أحصد 100 مليون مشاهدة. ويقول الفنان السوري عبد الرحمن الشامي الملقب بالشامي: لكل مجتهد نصيب، وهو يؤمن برب العالمين، فكان متأكدا بأنه سيكافئه على جهده. وأضاف الشامي: كنت أطور نفسي وأتحداها، فجاء نجاحي منطقيا، ومن عاش ماضيا فيه الكثير من المعاناة لن يقبل بالتأكيد بالعودة إلى ذلك الكابوس مرة أخرى. ولذلك أتمسك جدا بما وصلت إليه ولن أتخلى عنه، وسأستمر في القيام بالمزيد من الجهد والتطور. وعما إذا كان يخاف من الشهرة يرد: إنها تسبب لي صراعا بيني وبين نفسي، لأني أعتبرها بمثابة لعنة عند الفنان. وأضاف قائلا: الشخص الآتي من ماض يعد تحت خط المستوى العادي، من الصعب أن يطير ويحلق بسماء الشهرة وينسى معاناته.